السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلوية مريم. اليوم راح نديرو كعكات مسكرين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب وتفضلوا نشوفوا طريقة التحضير. هنا عندي الحشو اللي كنت واسيته من قبل. هنايا انا اخترت نديرو بالجوز، دونك درت 3 كيلات جوز مطحون رقيق، كيلة سكر مع شوية قرفة ولميته بالمزهر كما راكم تشوفوا حتى نتحصلوا على عجينه كما هكا. يعني انا نحب نديرو يكون هكذا رقيق باش نتحصل على هذا الحشو هذا يكون حاكم روحو. هنا واش ندير راح نغطيه وراح نخليه على جنب. وهنا تقريبا راح ارتاح لي 4 سوايع هكذا قبل ما نبدا العجينه. هنا كما راكم تشوفوا عندي 500 غرام من الفارينه او الطحين الابيض مع ملعقه كبيره ونص سكر وفانيليا. السكر يكون ناعم. هنا عندي 250 غرام من سمن على درجة حرارة الغرفة أو مغقاغين أو زبدة. وهنا عندي ماء مزهر، خليط الماء والمزهر اللي باش نلمو به العجينة. نخلط هنا السكر والفانيليا مع الفارينة وراح نضيف السمن. إذن طريقة عمل يعني كاين بزاف كل وحدة يعني كيفاش دير العجينة، كاين عدة طرق. اذا انا اخترت الطريقه التقليديه يعني طريقه تاع زمان. هنا بعد ما طمنتها مليح كما راكم تشوفوا بسستها وحكيتها مليح ما بين اليدين. هنايا كما راكم تشوفوا نبداو نضيف الماء والمزهر. هنا تقريبا خدا لي ربع الكوب. ما تبداو تلموا غير بالعقل، ضيفوا غير بالعقل لاخاطش راهي مطمنه يعني بزياده. نلمها حتى نتحصلوا على عجينه طريه، نغطيها ونخليها ترتاح لمده 30 دقيقه. هنا بعد ما ارتاحت ناخذ الميزان ونبدا نوزن 20 غرام. علاش؟ على خاطرش هنا في فرنسا ماشي كيما في الجزائر. في الجزائر تقريبا نديرو 35 حتى 40 غرام تاع عجينه، وانا هنا في فرنسا طبعا هنايا راكم جو سي با كاين بزاف اللي راه عارف باللي هنا في فرنسا ما يحبوش يعني الحلوى تكون كبيره، يعني يحبوا هكا دي مينياتور يكونوا صغار. وانا يعني تعلمت في الجزائر بصح كي جيت لهنا لفرنسا يعني غيرت كامل يعني الوزن تاع الحبه تاع الحلوى. هنا بعد ما كملت كامل الكميه قلت لكم 20 غرام للعجينه. هنا على جنب راكم تشوفوا تاني كان الحشو هذاك تاني وزنته 5 غرامات. ونبدا هنا نشكل الكعكات تاعي. ناخذ الحشو تاني هكذا ونغلق عليه بهذه الطريقه. يعني هذه اسهل طريقه اللي ندير بها انا الكعكات. كاين اللي يفتحوها كامل ومن بعد يحطوا الحشو ويلفوها، يعني كاين بزاف طرق نقدروا نديروا بها هاد الكعكات. ناخذت وحده تانية. علاش؟ على خاطرش راح نخلي وحده كشغل موديل، يعني راح نقيسوا عليها باش تجيكم الكعكات كامل على حبه. دوك تشوفوا معايا راح نقيسوا على الاول، لازم يكونوا بنفس القيس كيما هكذا. نبدا نخدم الاولى والثانيه، يعني دائما نخلوها على جنب قدامكم فوق الطابله باش كل ما تخدموا وحده تقيسوها على الاولى. هنا درت فتحه كما راكم تشوفوا في الجنب في الطرف الاول، والطرف الثاني نحاولوا اننا نرقوه شويه هكذا ونغلقوا عليه. ندخلوا في وسط هذيك الفتحه راح نغلقوا عليه بهذه الطريقه باش ما تفتحلناش كي تكون في الكوشه هكذا. ناخذ هنا عود خشبي ولا كيردون وراح نعمل ثقوب باش ما ينتفخوش، وراح ندخلهم للفرن على 160 درجه، يعني يطيبوا على نار مهيله ويجوا بيوضه ما يتحمروش. هنا بعد ما طابوا كما راكم تشوفوا وجدت لهم يعني الشربات، كان يتغطسوهم في المزهر. انا هنا درت 250 غرام من الماء و150 غرام من السكر. اذا انا هنا حخلي لكم كامل المقادير تحت في صندوق الوصف ولا في خانه التعليقات هكذا باش تلقى، يعني باش الاخوات اللي ما يعرفوش عفوا صندوق الوصف يلقاو تحت في خانه التعليقات. هنا انا غطست
الكعكات تاوعي الداخل، وراح نديرهم في السكر غلاس اللي كنت غربلتهم قبل هكذا. اذا بالنسبه للحشو انا علاش درت بالجوز، يعني كانت عندي كميه من الجوز كنت حابه نستعمل يعني من مده، قلت لي ما لا ما نغيرش. لكن نتوما ديروا يعني كالعاده يا اما لوز يا اما كاوكاو، كل وحده والمقدور تاعها. هنا كما راكم تشوفوا راني غطسته مليح رمته مليح يعني في السكر غلاس كما راكم تشوفوا. كما نقولوا لازم نلبسوا مليح هكذايا، طبقه تكون لابس بها. بعد ما كملت كامل الكميه كما راكم تشوفوا هنايا راهو يعني تشرب. هنا راح نزيد له طبقه اخرى، بصح انايا ندير طبقه رقيقه مديش طبقه تانية خشينه هكذا بهذه الطريقه. من بعد راح ناخذ صفايه اللي راح نرش بها من بعد من الفوق باش يعطي يعني منظر جميل، راح تشوفوا معايا. وهنا في الاخير راح نزينو بالبيستاش اللي كنت طحنته تاني، وهذا تاني اختياري. هنا نبدا نرش كما راكم تشوفوا في الجوانب وفي الوسط بهذه الطريقه. هنا ناخذ البيستاش تاعي اللي قلت لكم طحنته وراح نحط في الوسط كديكور يعني بسيط، وكل وحده والمقدور تاعها طبعا هكذا. هنا نكمل كامل الكميه تاعي وراح تشوفوا الكيكات تاعنا واجدين. نواصل انا بهذه الطريقه. هم الكيكات تاعنا راهم واجدين، نتمنى انهم يعجبوكم. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.